السلام عليكم شباب، مخباركم؟ معكم علي جيمك 99. واليوم جينا في لعبة البيتزا. بس أول شي لازم أدخل عمري 16. زين. وهذا اللعبة فيها لعبة بيتزا مثل المكونات وهذا. خلنا نشوفوا فيها. يعني اليوم حملتها لعبة جديدة والفصل 11. خش اللعبة جديدة. ناو اوبن، يعني تو افتتح المحل. متجر بيتزا آخر. هل تحاول أن تخرب منطقتي؟ هل تعرف على الأقل ما تفعله؟ زين، نشوف ما نسوي. كان ذلك بلاغيا يا صاح. دعنا نراك على الأقل تصنع بيتزا بالجبنة عادية جدا، فقط 6 شرائح بصلصة وجبنة. نسوي الصوص. أيوه، نسوي الجبن. تمام. بعدين نوديها الفرن. ايش هذا تسريع؟ ما باخذ ضيق. فيها حطه هنا وقطع كما هو قايل. ونحطه في الصندوق. اكتشفنا الجبنة. تمام، ممتازة. هذه أسوأ بيتزا رأيتها في حياتي، لن تكون أبدا فران خبير. ها أكل 3 من محلي. ولا كم ليش كان شلل الكتب معها؟ قرية متجر بيتزا جديد يفتح عن هذه المنطقة. هل يمكن تجربة بيتزا الجبل؟ خلاص تمام. كما سويت له ذا الشرير لازم أسوي كما، يعني أسوي لها كما ما هو طلب. طبعا هنا الوصفة بس. لازم الشرير شوية يستسلم. ما باغي انه يوصل محلي بقي صوب البر. ما مو باغي. على الأقل هو محله قدام محلي، باقي إني لو فزت باليان نصيب سوف أعينك طباخي الخاص. شكرا. كيف الحال؟ سأجعل الأمر بسيطا عليك. ضع عجين في الفرن بدون أي إضافات. قل له يعني بس عجين كيك، ما باغي شيء حتى بعد ما قصها. ايه صح، ليش اقطعها؟ تفضل. والله كان لدي 3 أمنيات فقط. 3 من هذه البيتزا الجميلة. شكرا لك. بيتزا بالجبن. تمام. شوية يعني محل يبدأ يمشي، يجي زباين. طبعا فيديو من محاكي الحافلات. شكرا على 200. وبعد صحك لكم شكرا على 100 مشترك. والله عاقباش ان شاء الله تسوي بيتزا. استغفر الله. يا للراحة، لقد وصلت هنا من قبل أن تغلق. ها هو الطرد الخاص بك. أوه، ايباد جديد. نشوف ذا الايباد فيه. قم بهزيمة منافسك الذي في الشارع مقابل لك المحافظة على متجرك الناجح. متجر بيتزا واحد فقط يمكنه الصمود. على الأقل محل يكون هنا يعني موجود. على الأقل يسكر مطعمه هو، ما عاد يهزمك. أتمنى لك يوما عظيما. ربما ستوقف عن تناول البيتزا خلال فترة خلص اليوم الأول. حلو. بشتري ببروني. خلنا نلعب مرة. خلنا الأخبار انت بس. يبان في شيء.
ياخذ مرة ثانية. لكن البيتزا جبنة رائعة، لكن تنضم في البطولات الكبيرة قد لحم لا. تأخذ جدا لأنني أريد ببروني. والله ما أعطيك، أخليك تاكل ما تاكل شيء عشان مرة ثانية ما تلقى محلي. ما بعد برامج ذاك. واو، هذه بيتزا حقيقية وبيتزا حقيقية كارف، لا تكون سيد فرانين أبدا. أقلت عن المحل، روح الله لا بارك فيك. هل حصلت للتو على هذا الببروني الطازج؟ يبدو أنه رأي للغاية. هل يمكن إضافته في البيتزا على الأقلي؟ نعم. اسمحوا لي شوية تأتأة في النطق. شكلهم اكتشفوا الببروني. وطبعا لعبت هذا اليوم الثاني، بعد ألعب اليوم الثالث وخلاص. عاد بقية الأيام في الحلقة الثانية. يلا تم اكتشاف قصة الببروني. تمام، رائع 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 رائع، بلا شك أفضل بيتزا تناولتها على الإطلاق. أحسنت، بارك الله فيك. 97. وتشوف الوصفة بس. أيوة الببروني، ثاني وصفة في الدفتر اكتشفناها. هل يمكنك إعداد بيتزا الجبن بدون صلصة لرجاء التحقق من وصول الجبنة إلى الحواف؟ حتى يبغى بيتزا الجبن بدون صوص. شوية أوقف وأرجع لكم. خلص اليوم الثاني شباب. تو نشوف كم. حلو، ما حصلنا شيء. خلنا نلعب آخر يوم وخلاص. أنا وقفت عشان شوية الفيديو ما يكون طويل. هذا شغله من بين المرايا. أشوف إنجازات. كنت أحسب أن متجر بيتزا صغير قد أغلق. هل تقدمون حتى بيتزا نفس النصف هنا؟ الناس مترددون أيها المبتدئ. في الذي دعهم يخلطون ويختارون. دعونا نرى كيفية تقسيم هذه البيتزا. أسمع نصف جبن ونصف ببروني. أنا أصنع له بس شو ما يسوي. هذا خط جبنة. بخيل عندك دوك، ما أسويك صلصة البر. هذا شعر شبيه لازم. هلا بس كذاك شلون ما يكون لي. هذه في الواقع جيدة جدا. أعلي يا له من. استغفر الله رب العظيم، استغفر الله رب العظيم. إذا بعده يسب استغفر الله. هذا ما أبغى البار معه، مو جايبه محلي. مساء الخير من جميع المعرفة أنك تقدم بيتزا نصف بنصف هنا. هل يمكن الحصول على بيتزا نصف جبن ونصف ببروني؟ 6 شرائح. نعم، نصف جبن ونصف ببروني. جبن بسرعة. تقطع. تفضل. هذا وش سويت أنا؟ هل يمكنني الحصول على بعض اللحوم على بيتزا الخاصة بي؟ نعم، صوص وجبن واضح.
حسنا شكرا لك، والله ولا واحد زعل. هذا زبايني، أهلا، انتهت الجبنة من مطعم بيتزا الذي يقابلك. أنا أريد فقط بيتزا الجبن. عادي، هذاك أحسن، لا أحد يجي صوب البر. والله وكاي بينهزم. هذا البيتزا مذاق خاص يشعرني بالنشوة. تمام. أنا هنا من أجل ببرون، فقط ضع ببرون على العجين وادخلها في الفرن. بس هذا قبل ما بضيف فيها شيء، وعاد هذا ببروني بس كياك خبز. دخلناها، قصيتها العلامة كاملة. واو، أنا أحب بيتزا الجبن، لكن ببرون تبدو مميزة بالفعل. ما يمكنني وضعها على بيتزا نصفين؟ نعم. أوه، من فضلك أنا جائع جدا. نعم، عاد الفقارة بساعدهم. وصلنا هنا. تفضل. شكرا لك، والعفو. طبعا المهم حلوين، خلصنا الفيديو. طبعا لعبته 3 أيام. لا تنسوا اللايك سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. مع السلامة، ونشوفكم بعد الفيديو الجاي.